مرحبا أصدقائي في سلسلة أفخاخ الشطرنج. الفخ الأول هو الليجل تراب أو الفخ القانوني. الأبيض كيلعب E4، الأسود كيلعب E5. الأبيض كيلعب نايت F3 هنا باش يهاجم على هاد البيدق. الأسود كيلعب النايت ديالو هنا باش يدافع على هاد البيدق. الأبيض كيحط النايت ديالو هنا في F3 باش يفعل هاد الكافاليي. الأسود كيلعب يدفع هاد البيدق هذا هنا باش يحرر هاد الفيل ديالو باش يقدر يجيبو هنا يربط هاد الكافالي مع هاد الملكة. هنا كيخرج اللاعب الابيض الفيل ديالو باش يستعد انه يروكي من اجل السلامة ديال الملك ديالو يحيدو من منتصف الرقعة. الاسود كيستمر في الخطة ديالته كيجي كيربط الحصان مع الملكة. هنا اللاعب الابيض قبل ما يروكي كيحاول يجري على هاد الفيل كيرجع هنا. وفي هذه الحالة اللاعب الأبيض عنده واحد الحركة تريكي، هو أنه غادي يسامح في هذه الملكة. هذا الربط ماشي ربط حقيقي، وغادي يضحي بهذا الكافالي. كما كتلاحظوا هنا خلى الملكة غير مدافع عنه، وبالتالي اللاعب الأسود غادي يطمع وغادي ياكل الملكة. وهنا اللاعب الأبيض كتكون عنده إشيكيمات في جوج الحركات. الحركة الأولى هي غادي ياكل هذا البيدق. الملك ما يقدرش ياكل هذا البيدق لانه محمي بواسطه هذا الكافالي، وما يقدرش يهرب هنا لان الكافالي كيسيطر حتى على هذا المربع. الحركه الوحيده اللي عنده هي يطلع هنا، وهنا كتطلع الكافالي ديالك هنا باش كدير له ايشيكيمات لان مابقى عنده فين يهرب. جميع المربعات محبوسه كما شفتوا. هذا الكافالي كيسيطر على هذه النقطه، عفوا هذا الفيل كيسيطر على هذا لاكاس، كيسيطر على هذه. هاد الكافالي كيسيطر على هادي وداير ايشيك لهذا، وعاوتاني هنا هاد الكافالي كيسيطر على هاد المربع وكيدافع على هاد البيدق، وبالتالي جميع المربعات غير امنه للملك باش ينسحب منها، وبالتالي هي ايشيكيمات. وكاين اللي كيقدر يدافع على هاد الحركه بانه مثلا يقول لك علاش مثلا هاد الحركه هذه مهمه، علاش مثلا ما ياكلش هنا نيشان. في هاد الحاله غادي يقدر اللاعب الاسود ياكل بالعود ديالو، وهكا هو باقي كيدافع على الكافالي، وبالتالي ما ربحتي والو. كتولي الحركه الوحيده اللي عندك هي انك خاصك تحيد الملكه ديالك من هنا، مثلا تجيب هاد الفيل ياكل تاكل، وهكا كتكون خسرتي واحد العود في سبيل الله ما ربحتي والو. وبالتالي فهاد الحركه ديال انك تطلع الفيل البيون هنا هو الاول مهمه. مثلا يقدر مثلا تقول لي الا مثلا هربوا فايت بقيتي اللي كليتي، الا ما جاش كلا الملكه الا كلات الكافالي ديك الساعه ماشي مشكل، غتاكل الفيل ديالو. ولكن غتقول لي ولكن هذا البيون هذا هذا الفيل هذا راه بقى انغاردي يعني يقدر ياكلو. يعني دابا هو الا حسبتي القطع ديال الاسود عنده جوج العودات، انا عندي غير عود واحد فيل، وبالتالي الاسود رابح. ولكن الحركه اللي كتعتق الموقف هي واحد الايشيك عندك منه، كتجي هنا كدير ايشيك، والملك خاصو يتحرك ولا يدافع مثلا بالملكه ولا يطلع هذا البيون هذا هنا، وانت غتستغل هذه الحركه اللي غادي يدير باش غترجع هذا العود ديالك. وهنا تقريبا كاينه واحد الافضليه طفيفه بالنسبه للاعب الابيض بحكم انه منتشر كثر. الفخ القادم هو الفخ كامبريدج سبرينغ، وغادي نشوفوه من المنظور ديال اللاعب الاسود. هنا الابيض كيلعب دي 4 دي 5، كيلعب هاد البيدق ديال سي 4 هنا باش يحول للكوينز جامبيت. هنا احسن حركه عند اللاعب الاسود هي يدافع عليه بهاد البيدق باش ياكلها ترجع تاكل بهاد البيدق هذا. هنا كيطلع الكافالي ديالو هنا باش يوغمونطي لا بريسيون على هاد البيدق. هنا كطلع الكافالي ديالك، هنا كيجي كيربط لهاد الكافالي باش يقدر ياكلو، نتا غتاكل وبالتالي غادي يقدر يديلك واحد البيدق. هنا كطلع الكافالي ديالك هنا باش اوكلا غتعاود تاكل بالكافالي بلا ما تخسر لا ستركتور ديالك. هنا الابيض كيقدر يطمع كيقول نستغل هاد الربط اللي رابط هاد الكافالي مع الملكه، لان الا حركتي الكافالي ديتي لشي بلاصه ياكل لك الملكه ديالك. شنو كيدير؟ كياكل بهاد البيدق، كتاكل تيعاود ياكل نيشان وكيربح لك بيدق. ولكن في هذه الحاله كيمكن لك تاكل حتى انت هاد البيدق
وتعطيه الملكه، غادي ياكلها وغدير له ايشيك بهذا الفيل. الحركه الوحيده اللي عنده هي يرد لك الملكه ديالك، وبالتالي غادي تاكلها، غادي ياكل، غادي تاكل انت ديك الساعه هذا الفيل. وإلا حسبتي هنا راه عندك امتياز ديال عود زايد بارابور للاعب الابيض اللي عنده غير عود واحد، وبالتالي افضليه، ويمكن تربحوا باغ لا سويت لان عندك بزاف ديال لافونتاج. الفخ القادم هو فخ بلاك برين. هنا كيلعب الابيض اي 4، كتلعب اي 5، كيطلع الكافالي ديالو هنا باش يهاجم لك هذا البيضاق، كتدافع عليه، كيخرج الفيل ديالو. هنا اللاعب الابيض كيقدر يطلع بالكافالي ديالو هنا ويخلي هذا الباون انغاردد، يعني يقدر ياكلو اللاعب الابيض مباشره. وهنا احسن حركه عند اللاعب الابيض في الحقيقه هو ياكل هذا العود تاكل، وهنا كتكون واحد الامتياز طفيف كاين عند اللاعب الابيض، ماشي شي حاجه، ولكن في الغالب اللعابه تيقدروا يطمعوا تيبان له هذا البيضاق راه فابور، وغادي يجيب العود ديالو هنا، غيبدا مهاجم هذا البيضاق هو وهذا الفيل، وبالتالي واحد الفورشيطه يديرها لهاد الجوج هادو هنا، كيطمع تياكل هذا البيضاق. هنا شنو كيدير اللاعب الاسود؟ كيخرج الملكه ديالته هنا، كيهاجم هذا البيضاق ومهاجم هذا الكافالي. هنا هذا الكافالي كياكل هذا البيون، بويسكو هنا الملك ما يقدرش ياكلو لانه محمي بهذا الفيل، وكيبدا مهاجم الملكه ومهاجم هذه القلعه. هنا اللاعب الاسود ايغنوري هادشي كامل، ما كيتسوقش ليه، وكيهاجم هذا البيضاق. والحركه الجايه هي انه غادي ياكل هذه القلعه. الابيض كيهرب القلعه ديالته كيسبه هنا الاسود كيعاود ياكل هذا البيضاق. وكما كتشوفوا الملك ما عندو فين يمشي، ضروري خاصو يدافع يا اما بالملكه ولا بالفيل. الا جاب الملكه راك غتاكل الملكه نيشان، غادي ياكل، غتاكل، وبالتالي عندك امتياز ديال الملكه. يقدر اللاعب الابيض كاع ما يبغيش كاع يضحي بهذا الملك، يقول راه خويا رجع غير هذا الفيل هنا، وإلا كليتيه راه غادي ياكلك، غتاكل غياكل. وهنا كلا دار بحال حنا ما غاديش ناكلو، غادي نجيو نحطو العود ديالنا هنا، وهذه ايشيكيمات لان راك داير ايشيك، والملك ما عندو فين يتحرك، بيسكو ما يقدرش يجري على هذا الكافالي، ما يقدرش ياكلو، لان هذا الفيل مربوط مع هذا الملك. الا مشى تاكل هذا العود الملك غيولي. الفخ القادم هو فخ جامبيت انجلوند. كيلعب اللاعب الابيض دي 4. هنا كتعطيه هاد البيضاق ديال اي 5، كتعطيه ليه ياكلو، كياكلو كطلع الكافالي ديالك هنا، كتهاجم، هو اوبليجي يخرج الكافالي ديالو هنا باش يدافع. كتجيب الملكه ديالك هنا باش تولي مهاجم موج المرات، كيضطر انه يخرج الفيل ديالو هنا باش يدافع عليه. وبالتالي الا مشى تخرج الفيل ديالو هنا، راه اللاعب الاسود عنده امتياز خطير، لانه غيجي هنا بايشيك. واحسن حركه ممكن يديرها اللاعب الابيض باش يدافع على هذا الايشيك هي يخرج هذا الكافالي هنا. كما كتلاحظوا هذا الايشيك كتجي انه كيدير ايشيك وفي نفس الوقت مهاجم هذا الفيل، وبالتالي مثلا الا خرجتي راه غياكل الفيل. دونك في الغالب اللاعب الابيض كيطمع، ما كيبغيش كاع يحيد الفيل، كيرد هو هنا كيقول لاش خويا نضيع هذاك الفيل، راه انا نجري ليه على الملكه ديالته. هنا كتنزل تاكل هذا البيضاق، والحركه الجايه غتاكل هذه القلعه. شنو كيدير هنا اللاعب الابيض؟ كيجي كيهاجم لك مازال الملكه ديالك، لان هذا الكافالي كيدافع على هذا الفيل، وبالتالي هذا الفيل كيدافع حتى هو على هذه القلعه، وانت غتكون مضطر انك تنسحب بالملكه ديالك. ولكن هذا الانسحاب غديرو الا ما رديتيش البال بانك الا خرجتي الفيل ديالك فراه غتربط الفيل ديالو، ما يقدرش مازال باقي ياكلك، لان الفيل ديالك كيولي مهاجم الملك، وبالتالي ما يقدرش ياكلك مازال. وشنو كيدير هنا؟ هنا احسن حركه يقدر يدير هو انه يخرج غير الكافالي ديالو وصافي يلعب عادي. هنا كيطلع الملكه ديالته باش يزيد يدافع على هذا الفيل، لان هذا الكافالي بوحدو ما بقاش كافي. هنا غادي تاكل، هو غادي ياكل، وفي بلاصه ما تاكل هذه القلعه تجيب الملكه ديالك هنا ايشيكي مات، ما عنده فين يهرب دابا. هذه ملي غادي نهضروا عليه هو فخ نابليون، وكي نذكروا به نشوفوا من الوجهه ديال اللاعب الابيض. هنا كيلعب لاعب ابيض اي 4، كتدافع عليها اي 5، كيخرج الملكه ديالته،
كطلع الكافالي ديالك باش تدافع. هنا الابيض كيخرج الفيل ديالو. الا طلعتي الكافالي ديالك فكتولي عنده ايشيكيمات في 4 حركات. هنا يقدر شي واحد يكون مثلا بليزو موان ذكي فاش تخرج الملكه ديالك هنا يقول انا نجري على الملكه بعدا هي الاولى، وفي اللو ليفل تيوقعوا بحال هاد الاخطاء هادو. هنا كتقدر تاكل له هاد البيضه مباشره، وفي نفس الوقت كتبدا طالب انك تاكل هاد القلعه. كيضرك مثلا كتاكل له قلعه وكتولي عندك قلعه زايده امتياز ديال القلعه، وبالتالي راك غتربح الماتش. نشوفوا دابا الفخ ديال نابليون من وجهه اللاعب الاسود، كيفاش نقدروا ندافعوا الا تحطينا في هذا الموقف كونتر هاد لو جو ديال نابليون. الابيض كيلعب باي 4، كتلعب اي 5، كيخرج الفيل ديالو باش هو مهاجم لك البيضه ديالك. كطلع الكافالي باش تدافع على هاد البيضه. كيخرج الفيل ديالو هو دابا كيهدد لك ايشيكيمات. هنا شنو كدير؟ كطلع هاد البيضه، كيرجع الملكه ديالته هنا باش كيبدا مهاجم على هاد البيضه. هنا كطلع الكافالي ديالك باش تمنع هاد الكونيكسيون بين هاد الجوج هاد المدخلين باش كينيشوا على هاد البيضه. هنا يقدر اللاعب الاسود يطمع يلعب مثلا هاد البيضه باش موراها يجيب هاد البيضه هنا ويجري لك على هاد الكافالي باش يدير شي كيما هنا. هنا كيولي خطا لانه خاص يرد البال بان عندك التنقيزه هنا، وخاصو يحرك دابا الملكه ديالو يديها لشي بلاصه، وكتولي انت مثلا مهاجم هاد البيضاء ايشيك وغديلو هاد القلعه. وبالتالي فافضل حركه عنده هو انه يجيب الكافالي ديالو هنا باش يمنعك من انك دير التنقيزه دي هنا. هنا غديفلوبي الفيل ديالك، هو غادي يروكي من اجل السلامه ديال الملك ديالو، هنا غادي تروكي من اجل السلامه ديال الملك ديالك. وهنا هاد الوضعيه بالنسبه للاعب الاسود عنده واحد الامتياز طفيف. كما كتلاحظوا هنا التقييم كيقول بان عنده 0.3 بالنسبه للاعب الاسود، عنده واحد الامتياز طفيف. فكما كتلاحظوا في البدايه ديال اي مباراه ديال الشطرنج اللاعب الابيض كيكون عنده واحد التفوق نسبي بالنسبه على حساب اللاعب الاسود. كما كتشوفوا بلس 0.2 ماشي شي تفوق كثير، ولكن واحد التفوق طفيف حيت اللاعب الابيض هو اللي كيلعب اول حركه داكشي علاش. ولكن هنا في هاد لوكاليشنا راه الاسود تعادل وميم ولا عنده واحد التفوق طفيف، ويقدر الا بقى غادي على هاد النهج غادي يطوروا باغ لا سويت.